يا مساء الخير، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اكلتنا النهارده من الاكلات المشهوره المصريه اللي دايما كل الاطفال بيغضبوا عليها وكل يقولك مش عايزين منها. النهارده هنعمل الفاصوليا الخضراء مع بعض بطريقه جميله وكل اولادك هيعشقوها والكل يطلبها من ايديكي. تعالوا نشوف النهارده هنعملها ازاي بطريقه سهله وبسيطه وتخلي كل اولادك يطلبوها بعد ما كانوا كلهم بيرفضوها. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده، يلا بينا. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيلو من الفاصوليا الخضراء، بنغسلها ونقطعها كويس جدا ونقطعها بميل كده بزاويه، بتدي شكل حلو جميل لها، بيخلي العين تشتهي اكتر من الاكل نفسه. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. نجيب حته دهنه ضاني النهارده او حته دهنه جمل زي ما انت حابه، المتوفر عندك اعمليه. هنقلبها تقلبتين كده لحد ما تسيح مننا، ونحط عليها معلقه من السمنه العاديه بتاعتنا او معلقه زيت ذره كريستال عادي، لانها بتكون طبعا خفيفه جدا على المعده وجميله جدا في الطعم كمان. هنيجي بقى نقطع البصلايه، ننزل عليها كده اهوت لحد ما البصلايه تدبل معانا، وهنحط عليها نص معلقه كبيره من الثوم. نقلب بقى كله في بعض كده بالبصلايه، ونبدا ننزل باللحمه بتاعتنا عليهم. حطي بقى اللحمه كده وقلبيها لحد ما تحسي ان البصله بتاعتك كده بقى شكلها مكرمل كده وجابت ميتها من شوربه اللحمه او من الميه اللي هتنزل من اللحمه، لحد ما تحسي ان البصلايه كده كرملت. تتكرمل بقى معاك وتحسي اللحمه لونها اتغير كده من بره وبقت مخرفشه كده وجميله، وادتني سنه كده تحميره خفيفه. نبدا ننزل عليها بالقطع الفاصوليا بتاعتي بعد ما غسلناها ونضفناها. اديها بقى تقلبتين ثلاثه كده في قلب الصوص دوت، من غير ما تحطش اي اضافات عليها. لما تحس ان الفاصوليا بتاعتك بدات تدبل معاكي، نبدا ننزل عليها بشفشق من عصير الطماطم المضروب كويس جدا في الخلاط ومتصفي طبعا. بالطريقه دي بقى يا جماعه بتدي طعم جميل جدا للفاصوليا وبتديها ريحه ونكهه جميله، غير ما تعملي التسبيكه عادي وتروحي مسقطه فيها. الطعم بيفرق معاكي كتير جدا، ودي من الحاجات اللي تخلي الولاد يطلبوها منك ويعشقوها. نديها بقى تقلبتين لحد ما تجيب بالميه بتاعتها كده، نبدا ننزل عليها بشفشق من عصير الطماطم. تديها غلوتين ثلاثه كده وتروحي مظبطه الملح بتاعك، حطي نص معلقه من الملح ونص معلقه من الفلفل الاسمر، وتسيبيها بدون اي اضافات ولا افتكاسات. بس كده. وكده معايا طبق جاهز من الفاصوليا الخضراء، واكله جميله بنعمل جنبها الرز بشعريه بالطريقه العاديه خالص المصريه. يا رب تكون الوصفه بتاعتي حلوه وجميله وعجبتكم النهارده وتجربوها، وهتلاقوا فرق جامد في الطعم وفي اللون كمان. اديها بقى تقلبتين كده لحد ما تبدأ تجيب المية بتاعتها وتبدأ تسبك في الطماطم بتاعتها. نبدأ ننزل عليها بالملح والفلفل الأسمر، وبس كده. نص ساعة بالكتير بتكون مستوية وجاهزة معاكي للتقديم. لما تلاقيها بقى نزلت المادة الدهنية بتاعتها على وش الحلة كده، اعرف ان هي استوت وبقت مية مية كده وجاهزة على التقديم على طول. ولونها بقى بيبقى أحمر ورد وحاجة كده جميلة جدا. والريحة بقى ما اقولكيش عليها، تتاكل أكل وهي كده. جربتها بالطريقة دي بصراحة ولادي حبوها جدا وعشقوها من ايدينا. وبالهنا والشفا على ايدكم. يا رب تكون وصفتي سهلة وخفيفة النهاردة وعجبتكم. لو عجبت قناتي اعملي لايك وشير واشتراك في القناة يوميات رانيا حمادة. وبالهنا والشفا على قلوبكم. ألقاكم في فيديو آخر إن شاء الله. اوعي تنسي لايك وشير واشتراك في القناة يوميات رانيا حمادة، واضغطي كمان على كلمة الكل. بنقدمها بقى جنب منها الرز بشعرية كده يكون مفلفل وجميل، وحط عليه معلقة سمنة بلدي على الوش كده. وبالهنا والشفا. شايفة لونها وحمارها وجمالها بقى حاجة كده مقولكيش. والريحة بتاعتها بقى بصراحة جميلة جدا جدا لما تعمليها باللحمة، وتتبلي اللحمة في البصلاية كده وتسيبيها لما تتكرمل معاكي. اوعي تنسي بقى اضغطي على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد يوميات رانيا حمادة، وقناتي على الفيسبوك باسم رانيا حمادة وبس.